ورحمة الله وبركاته. النهارده إن شاء الله هتكلم على القائمة النهائية لمنتخب مصر في كأس الأمم البطولة الجاية لكوت ديفوار اللي احنا بنتمنى كلنا لمصر بكل انتماءاتنا. طبعا احنا بالنسبة لنا مصر دي رقم واحد، بنتمنى لها الفوز بكأس الأمم. فبالنسبة لكلامي ما فيهوش فيه أي يعني إساءة لحد ولا حاجة، أنا يهمنا كلنا إن منتخب مصر يشرفنا في كأس الأمم. بالنسبة لمستر فيتوريا اختار القائمة النهائية، فانا بتكلم بس تعليقات بسيطه بالنسبه للقائمه ديت. بالنسبه لي انا يعني رقم واحد مركز حراسه المرمى، احنا كلنا عارفين ان محمد الشناوي لا غبار عليه، احسن حارس مرمى في افريقيا، يعتبر بعد ياسين بونو، يعني هو ياسين بونو من احسن حراس مرمى في افريقيا. تمام. واخد معاه كابتن احمد الشناوي والكابتن محمد صبحي والكابتن ابو جبل. بالنسبه للثلاثه في كومنت صغير بالنسبه له، انا بالنسبه لي واحد زي ابو جبل معاك ان جاباسكي البطوله اللي فاتت بتاع كاس الامم اللي فاتت وصلنا يعتبر لنهائي البطوله مع اللعيبه. ضربات الجزاء في ماتش كوت ديفوار، ضربات الجزاء في ماتش الكاميرون، يعتبر كان احد اسباب وصول مصر لنهائي كاس الامم اللي فاتت. بس حاليا مستوى ابو جبل ما يجيش ربع مستوى ابو جبل البطوله اللي فاتت. ده رقم، ويعتبر رقم واحد اكتر اجوان دخلت في الدوري السنه دي، من اكتر حراس المرمى دخلت فيه جوان ده ابو جبل. واحد زي محمد صبحي مستبعد من الزمالك، المشكله كلها الاخيره بتاعت نادي الزمالك، وبقاله فتره بعيده عن الفريق. بالنسبه لمحمد صبحي، احمد الشناوي حارس بيراميدز كان مصاب الفتره دي وبرضك مستواه قل، بسبيل ان انا النهارده عندي ناس كويسه موجوده في نفس حراسه المرمى. عندي محمد بسام الحارس بتاع سيراميكا، وشفناه قدام الاهلي وقبل غير الاهلي كمان، راجل معروف ان هو راجل مميز من كام سنه. عندي النهارده جنش الحارس بتاع فيوتشر برضك من الناس المميزه. عندي محمود جاد برضك من الحراس المميزه. ففي ناس كتير جدا، مميزه كنت ممكن اخدها مع محمد الشناوي، لكن ما اعتمدش بقى على الحرس القديم وخلاص. ده بالنسبه لحراسه المرمى. بالنسبه للدفاع بالنسبه للباك اليمين انا محمد هاني او اذا كان عمر كمال عبد الواحد، انا بالنسبه لهم ما فيش مشاكل بالنسبه لهم. ناحيه الشمال نفس الموضوع، كان احمد فتوح واللي معاه. بالنسبه بقى للاستبارات او الدفاع وسط المدافع، بالنسبه يعني للمدافعين انا عندي النهارده في مشكله صغيره بالنسبه لي. حجازي ومحمد عبد المنعم رقم واحد، ماشي انت واخدهم، طب فين البديل بتاعهم؟ لو حصل النهارده مشكله بالنسبه لواحد من الاثنين، الحل ايه؟ انت واخد علي جبر واخد لاحمد سامي فالناس ديت معلش النهارده علي جبر انت كلنا شفناه، وما انا برضك ما بسيقش ليه ولا حاجه، بس احنا كلنا شفناه في ماتش تونس 3 اجوان منه، اي كره ارضيه بتعدي من ناحيته. احمد سامي برضك مستواه متذبذب، فانا كنت خدت مثلا الناس تتسد شويه مع محمد عبد المنعم واحمد حجازي لو حصل لهم وقف ولا حصل لهم اصابه. البديل بتاعك مين؟ عندك ياسر ابراهيم راجل مميز جدا، كان مع الاهلي في كاس العالم للانديه من ضمن الناس المميزه. عندك النهارده غير ياسر ابراهيم عندك محمود الونش، حتى لو جاي من رباط صليب، بس محمود الونش لو برجل واحده انا عندي احسن من الناس ديت. ده بالنسبه لخط الدفاع. بالنسبه لخط النص يعتبر بالنسبه لي مفيش مشاكل من ناحيته، الا بس باضافه حسين الشحات. لو كان النهارده انا عايز لعيب، يعني انا عندي بالنسبه، انا لسه بقول خط النص مفيش مشاكل ليه؟ انا بالنسبه للهاف ديفندر مركز رقم 6 في لعيبه كتير متوفره. الكابتن محمد النني برضك بخبرته على قد، طبعا ما بيلعبش في الارسنال بس راجل برضك بخبرته ممكن يبقى موجود. عندك مروان عطيه، حمدي فتحي، بالنسبه للمركز 6 مفيش مشاكل بالنسبه لي. بالنسبه للاجنحه برضك عندك متوفره جدا، واحد زي كابتن محمد صلاح، احمد سيد زيزو، عمر مرموش، تريزيجيه. خط النص يعتبر كويس، بس احنا كنا ممكن نضيف حسين الشحات. ليه؟ حسين الشحات احنا شفناه الفتره اللي فاتت ديت راجل غير ان هو بيلعب خط نص او بيلعب جناح، الراجل بيخش على طول في قلب بالنسبه راس حربه تاني وبيجيب اجوان، وراجل من لمسه واحده ممكن يوجد لك الفارس زي ما بيقولوا. فانا النهارده كنت يعني مش هخسر حاجه لو كنت ضفته يعني. معلش انت عندك لعيبه كتير في مركز 6، واحد زي محمود حماده انت مزوده معاهم، كنت ممكن تبقى موجود مكان محمود حماده. راجل معلش ما فيش اضافه انا شفته من ساعه ما لعب يعني. فكل ما تاخدش حسين الشحات ليه؟ ممكن حتى لو في اخر نص ساعه وانت الماتش متكهرب الراجل بينزل بيرقص، ممكن يجيب لك جول، ممكن يعمل ضربه جزاء. الراجل من لمسه واحده زي ما شفناه مع الاهلي في كاس العالم للانديه، وقبل الاهلي في كاس افريقيا والدوري. ما كنتش اخسر حاجه لما كنت اخده. بالنسبه لراس الحربه انا بالنسبه لي مصطفى محمد لا غبار عليه، موجود معاه كهربا ماشي شغال مفيش مشاكل. واحنا بالاخر بنتكلم، اذا كنا كلنا بنتكلم فاحنا يهمنا مصلحه مصر، وربنا يوفقهم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.